السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل عامين ونصف تقريبا، وكنا أيامها في البالتوك في غرفة علي ولي الله، دخل علينا المدعو عاقل وناقل وأعلن استبصاره، وقال عن نفسه ما كان عليه هو قبل إعلان استبصاره وكيف كان حاله. اسمعوه منه، لا تسمعوه مني. أترككم معه إن شاء الله. ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. حياك الله. أنا أريدك أول شيء أنك إذا تقدر تعرفنا على نفسك بالقدر، بدون يعني ذكر أسماء وبدون ذكر أي أمور شخصية. أريد يعني حتى أعرف، لأنه إحنا قلنا في الإعلان أنك كنت ناصبيا ومن أتباع عثمان الخميس. عرفنا على بطريقتك براحتك، يعني بما أنت تراه مريحا إن شاء الله. أول شيء حتى الإخوة يعرفون من الأخ إن شاء الله. تفضل. أنا أقول يعني أمامي عهد الله سبحانه وتعالى، وأنا أقول كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يعني الإنسان يجب عليه أن يتكلم ويعلم بأن عليه رقيب وحسيب. والله سبحانه وتعالى يقول: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. فالإنسان يكون مسؤولا عما يقول، ليس في الدنيا بحسب بل في الآخرة أيضا، بل أيضا في البرزخ. وكما تعلم أن الحياة الدنيوية لا تساوي إلا أقل من 1%، بل 1 مليار من حياته الأخروية في القبر البرزخية. فأنا أقول أمام الناس سبحانه، يعني أمام الناس وأمام رب الناس سبحانه وتعالى: أشهد بالله عز وجل والله وتالله بالله أني كنت ناصبيا، والله العظيم قسما بالله كنت لا أحب أن أذكر أهل البيت، والله لا أحب. وكنت أشتمهم شتما شديدا فظيعا، حتى بعض الناس كانوا يكلمونني والله وتالله وبالله أني كنت ناصبيا، والله العظيم قسما بالله كنت لا أحب أن أذكر أهل البيت، والله لا أحب. وكنت أشتمهم شتما شديدا فظيعا، حتى بعض الناس كانوا يكلمونني يقول: لا مو إلى هالدرجة، انطر مهما كان علي بن أبي طالب رابع الخلفاء وكذا وكذا. فعموما أنا كنت من أشد المعجبين بالسلفية، ولا سيما شيخ السلفية الآن عثمان الخميس، وكنت أقرأ كتبه: حق بر التاريخ وكشف الجاني محمد التيجاني، وأيضا كتاب الآخر المدعو موسى الموسوي بكتابه المسمى المدعو بين الشيعة والتصحيح. فكنت أقرأ هذه الكتب، فطبعا كنت صغيرا ذاك الوقت. لكن أنا فقط عندي سؤال واحد، والإخوان الكرام يجوز عندهم فتح 4-5 أسئلة، ماكو مشكلة. أنا سمعت من أحد المقربين للأخ عاقل وناقل أنه كان شبيها بطه الدليمي، يعني بنصب طه الدليمي. هل هذا حقيقة أو لا؟ لكم المايك. لعلي بن أبي طالب مهما كان هو أبو السبطين ابن عم. شوف سبحان الله، السلفية يعلمونني عدم النصب. كنت أسبهم سب يعني، فهمني؟ أنا ما أستطيع القول، والله العظيم قسما بالله. يعني كنت أنا لا أعرف إذا طه الدليمي سبهما، لكن عموما كنت على الأقل كطه الدليمي. الله يلعن أفكاره يا رب. تفضل. أنا لا أعرف إذا طه الدليمي سبهما، لكن عموما كنت على الأقل كطه الدليمي. الله يلعن أفكاره يا رب. إلى هنا أحبتي الكرام نكتفي، وما عليكم إلا أن تستمعوا للحقيقة، والحقيقة هنا. في أمان الله وحفظه.